ضيعنا من وقتنا كتير ووقفنا عند بتاع القطايف بكوبايه ميه وكوبايه دقيق. هنعمل كميه من القطايف سهله وبسيطه جدا. يلا بقى نسمي الله ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. احنا بقى النهارده هنستخدم الخلاط، عشان طبعا الخلاط متوفر في اي بيت. طبعا لو عندك كبه تقدري تستخدميها، او كمان مضرب البيض. هنا بقى اول حاجه هنزل بكوبايه من الدقيق، وطبعا كوبايه الدقيق اللي انت هتنزلي بيها نفس المعيار هيبقى كوباية المية. هنا بقى هنزل بمعلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة من الخميرة الفورية. ان شاء الله هسيب لكم مقادير في صندوق الوصف. الوصفة ديت بجد اعتمدوها، حلوة جدا. وكمان لو متوفر عندك اللبن الميدو تقدري تنزلي برضو بمعلقة صغيرة. لو مش متوفر عندك تقدري تستغنى عنه. انا هنا استغنيت عنه الصراحة، يعني الناس اللي مش بيبقى متوفر عندها اللبن الميدو، او كمان نعمل الوصفة اقتصادية بس القطيفة تطلع جميلة جدا من غير لبن ميدو. هنا بقى ابتدي بقى إن أنا اشغل الخلاط، وطبعا هتشغلي الخلاط لمدة 5 دقايق لغاية لما الخليط بتاعك يتعمل كويس جدا ومبقاش فيه اي تكتلات. هنختبر بقى العجينة بتاعتنا بالمعلقة وكده. هنا بقى كان خلاص الخليط خلص معايا. هجيب بقى البولة اللي انا هستخدمها. طبعا اهم حاجة اللي احنا طبعا هنسيب الخليط لمدة ساعة كاملة اللي هو يخمر. في اللحظة دي بقى تروح بقى تشوفي اللي وراكي لغاية لما الخليط بتاعك يخمر. طبعا لو عند بتاع القطايف هنستناه لغاية لما يخمر وكمان يتعمل. هنا بقى شايفين الخليط بتاعي سهل جدا مفيهوش اي تكتلات خالص. هنا بقى بوريكم مره واتنين وتلاته. هجيب بقى كيس نايلو وهغطيه وهسيبه بقى على جنب لمده ساعه. هنا بقى غطيته وقفلت عليه كويس عشان هو يخمر، عشان الكميه تتضاعف كمان. هنا بقى كانت الكميه اتضاعفت اضعافها وكده. هنا بقى اللهم صل على النبي. سامحوني على صوتي معلش، يعني عندي دور برضو كده. ادعوا لي بقى في الكومنتات اللي يعني يروح عندي بسرعه. دي بقى اهم نقطه اللي احنا لازم نعملها، اللي احنا نقلب العجينه كويس قوي. لو في هوا في العجينه او كده لما نيجي نعمل القطايف تطلع معانا ناجحه. هنا بقى حطيت الصينيه على النار وسخنتها جدا، كنت بقى بشوفها سخنت ولا لا. هبتدي بقى اللي انا انزل بالقطايف طبعا حسب حجم القطايف اللي انت عايزاها. دي طلعت معايا كبيره شويه، بس بقيت الكميه هعملها صغيره. طبعا يعني ممكن اول يعني الطاسه ديت يعني تطلع معاكي مش مظبوطه أوي، بس بعد كده تطلع معاكي مظبوطه. كل ما الطاسه او الصينيه يسخنوا معاكي هتطلع معاكي ناجحه جدا. هنا اللهم صل على النبي هي كانت ناجحه جدا. شايفين التكفعات اللي فيها بجد حلو قوي. ممكن تلاقوا عندي اللغه ضايعه شويه بسبب البرد. شايفين بجد والله كانت ناجحه جدا، وكانت ريحتها تحفه وزي اللي بره واحلى كمان. طب هي هتقفل. هجرب بقى معاكم واحدة واتنين وتلاتة. هنا شايفين شكلها يعني الترفعات اللي فيها زي اللي بره واعلى كمان، عشان سيبناها لمدة ساعة خمرت كويس قوي. هنا بقى كنت بحط القطايف على الصينية وكده. يعني هنعمل بقى الكمية التانية مع بعض. زي ما قلت لكم هكرر الموضوع معاكم مرة واتنين. تقدروا طبعا لو انتوا ما عندكوش الشفشق دوت تقدروا تستخدموا اللهم صل على النبي الكبشة، بس ما تكتريش قوي. واهم حاجة الصينية تبقى سخنة. تقدري برضو تستخدمي صينية او طاسة، يعني مش حاجة معينة حسب ايه المتوفر عندك. طب لو الصينية ألمونيا هتنفع. هنا بقى اللهم صل على النبي. شايفين اول ما بحطها بتستوي على طول، ما بتاخدش اي وقت. يعني اوعي تسيبيها وتروحي هنا او هنا هتتحرق، وساعتها ماليش دعوه. هنا شايفين شكلها بجد حلو قوي قوي. يعني التجربه ديت انا بعملها من رمضان اللي فات اللي قبليه. يعني الصراحه من ساعتها ما بشتريش قطايف من بره. الموضوع سهل وبسيط ومش مستاهل ان انتي مثلا تقفي وكده. يعني كوبايه دي اعمل معايا نص كيلو قطايف. كوباية دي هنقول مثلا، هنقول المكونات على بعضها ما كلفتناش 5 جنيه. لو من بره هنشتري نص كيلو ب15 جنيه. طب ما احنا اولى في الغلا اللي احنا فيه دوت والايام الصعبة كمان. دي بقى اخر واحدة هوريها لكم. هكمل انا بقى بقية الكمية. شايفين ما شاء الله طلعت معايا كمية كويسة قوي. انا بقى عايزه اقول لكم على عيب فيه، انا معرفش هو عيب ولا ميزه حلوه بس مش عارفه. شايفينها بتقفل ازاي؟ هقول لكم على العيب دلوقتي. اللهم صل على النبي. انتوا زي ما انتم ما شايفين انا بحشيها سكر. احنا هنا في البيت عموما، وسواء حتى انا واخواتي واهلي والعيله كلها ما بنحبش المكسرات بجد، ما بنحبهاش خالص. ممكن اخرنا او ممكن سوداني، بس بقيت المكسرات لا. يعني بنحب الحاجه اكتر اللي هي تبقى ساده، عشان ايه محدش يقول لي وانتي دخيله او بتوفري او الكلام دوت. هنا شايفين ملك بتكرر الكلام ورايا. هعمل بقى الكميه كلها بالسكر. انا الصراحه كنت يعني قلت بقى اللي انا ايه ان شاء الله ما حد حوش كنت هجيب سوداني، واللي انا عاملاها بالسوداني. بس الصراحه انا كنت عاملاها عشان اخويا وكده، عشان زي ما قلت لكم هو مشي في الفيديو اللي فات. كنت عاملاها له دي قبل ما يمشي وكده. هو قال لي لا اعملها لي ساده مش عايز فيها سوداني. يعني زي ما قلت لكم العيله كلها ما بتحبش المكسرات. هقفل بقى بقيه الكميه. بجد مفيش ولا واحدة والله ما اتقفلتش، كل الكمية اتقفلت وكانت طرية جدا. وكانت كمان ريحتها تحفة.
جربوها واحكموا بنفسكم. كمان ارجعوا في الكومنتات قولوا ايه رايكم في القطايف بتاعتي دي. بقى الكميه كلها خلصت معايا. حطيت بقى الطاسه على النار، طبعا زيت طبعا يكون برضو سخن جدا عشان لما ايه نيجي نقليها وكده. بس هنهدي على النار عشان ما تحرقش مننا. عايزين كده نطلعها باللون الجميل. انا طبعا في اللحظه دي كنت ايه مجهزه الشربات. الشربات اللهم صل على النبي عباره عن كوبايه ونص سكر وكوبايه ونص ميه ونص ليمونه وكيس فانيليا. طب انت ليه ما عملتيش الشربات معانا؟ الصراحه ما عملتوش، قلت خلينا مركزين اكتر على الفانيليا. وطبعا يعني السيرم سهل جدا ان شاء الله زي ما قلت. هسيب لكم المقادير في صندوق الوصف. هنا بقى حطيت الكميه كلها كانت في الطاسه وكده عشان الطاسه عندي كبيره. قلت ايه بقى لما اخلص من الكميه كلها مره واحده. هنا بقول لكم حلوه جدا ولا واحده فتحت معايا وبجد جميله. هنا بقى خلاص بقى كنت ابتديت اللي انا اقلبها، كانت خلاص يعني اتحمرت وكده. وما كنتش عايزاها تاخد اللون الغامق يعني اللي اكتر من حقه. طبعا والله الكاميرا ظالمه اللون. هنا بقى اللهم صل على النبي قلبتها بالمصفى. كان خلاص بقى السيرم خلص وكده، وكان كمان بارد. اهم حاجه لو القطايف سخنه تخلوا السيرم يعني بارد، لو القطايف بارده خلوا السيرم سخن. يعني حاجه تبقى بارده وحاجه تبقى ايه سخنه. شايفين بقى اللون الجميل دوت بجد لونها حلو جدا. هقرب لكم دلوقتي بجد والله الكاميرا ظالمه اللون. بقيت بقى اطلع من الطاسه واصفي كويس واروح ايه نزل بالشربات على طول. شايفين لونها حلو قوي. طبعا للناس طبعا لعشاق القطايف ما ينفعش في رمضان ما نعملش قطايف ولا كنافه ولا جلاش. ان شاء الله برضه هعمل معاكم برضه الوصفات التانية. خلاص بقى خلاص بيقولك انتي وحشه. لا انا اوبا بتقول لكم لا انا حلوه. انا حلو. اي حد بيقول لها انت وحشه تقول له لا انا حلوه. هنا بقى اللهم صل على النبي حطيت كميه القطايف كلها في السيرم. حلو. ابتديت بقى ان انا اقلبها. ورحت بقى مطلعه ايه القطايف من الشربات عشان ما اسيبهاش بوقت طويل واللي هي ايه يعني تطرى معاكم وكده. تعالوا بقى اقطع معاكم واحده بجد حلوه جدا لازم تجربوها. اتمنى بقى ان انتوا تجربوها. اشوفكم بقى على خير في الفيديو اللي جاي. بحبكم جدا في رعايه الله. متنسوش بقى اللايك.